في تونس. أنتم مستمعين الأعزاء دائما مع برنامج يوم سعيد، اللقاء التقييمي للمشاركة التونسية في التظاهرة الكونية إكسبو أوزاكا 2025. معنا سيد سامي حسان، مدير مركزي بالإدارة لمقاربة ودراسة الأسواق. سيد سامي، صباح الخير. صباح الخير سيد حبيب، شكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعين. مرحبا بك. إذن شنو هي هذه مقاربة ودراسة الأسواق؟ احنا إذا هذه إدارة من مركزية صلب مركز نوب الصادرات. نعم. تنظم كل ما هو إذا لقاءات مهنية بتونس والخارج، وكذلك متابعة مكاتب التنفيذية التجارية للمركز بالخارج. نعم. واللقاء التقييمي هذا في مشاركتنا احنا التوانسة، اولا نقدم الاطار نتاع التظاهره هذه. نعم. هي اذا تونس تشارك بصفه منتظمه في التظاهرات الكونيه منذ دوراتها الاولى. هذه التظاهرات الكونيه تتنظم كل 5 سنوات في بلد معين، وعندها محور عام وتدوم 6 أشهر. الهدف من المشاركة فيها هو الترويج للوجهة التونسية على مختلف المستويات، وكانت آخر مشاركة لتونس في إكسبو أوزاكا 2025 باليابان. نعم. بهذه المناسبة نظم مركز نوب الصادرات يوم 11 فبراير تحت إشراف سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات جلسة اختتام المشاركة التونسية في التظاهرة هذه، للرجوع على أبرز المحطات وتقييم هذه المشاركة وتكريم كل المتدخلين اللي ساهموا في إنجاح المشاركة التونسية. نعم. أبرز ما يمكن تقول سي سامي حسان عن هذه المشاركة التونسية؟ هي إذن التظاهرة انعقدت من 13 أبريل 13 أكتوبر 2025 بجزيرة يوميشيما اليابانية. كان المحور العام متاعها ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات، وكان فيها حضور كبير 170 دولة ومنظمة دولية، واستقطبت إذا انتهت فترة التظاهرة 30 مليون زائر. 30 مليون زائر. 30 مليون زائر، يعني تظاهرة كبيرة. تظاهرة كبيرة، وكانت إذا المشاركة التونسية بجناح ب 300 متر مربع في فضاء استدامة الحياة. نعم. والمحور متاعها هو الشراكة في مجالات التجديد والعلوم والتكنولوجيا، واحنا ركزنا في المحور هذا على 3 مكونات اللي هي التصرف والاستغلال الأمثل للموارد المائية، التراث الغذائي والمنتجات المحلية الصحية، وكذلك التقدم في العلوم والطب. نعم. بالنسبة للحصيلة، كان تحب نقدم لكم شوية يعني الحصيلة متاع المشاركة. كان الحضور إذا تونسي متميز في التظاهرة هذه، واستقبلنا طيلة فترة التظاهرة أكثر من 630 ألف زائر في الجناح التونسي، بطبيعة أغلبهم من اليابانيين وأكثرهم ما يعرفوش يعني تونس. كانت فرصة إذا باش يتعرفوا على التراث الثقافي والحضاري والتقليدي التونسي، حتى أنه يعني فترة زيارتهم للجناح فاقت يعني المعدل العادي للفترات الزيارة. نعم. نظرا لإعجابهم بالمحتوى الجناح التونسي. نعم. وتم كذلك استقبال العديد من الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى في الجناح، وكانوا كذلك عبروا عن إعجابهم بالحضور التونسي في التظاهرة هذه. نعم. رغم معناها أهمية المشاركات الأخرى نتاع البلدان اللي ربما متقدم علينا في مجال الأسواق والابتكار والتكنولوجيا وغيرها والعلوم والطب وكذا، معناها نعتبر أن المشاركة التونسية كانت مميزة وخرجت بفائدة مهمة. بطبيعة الحال سيد حبيب، كانت إذا مشاركة متميزة، و يعني احنا الى جانب الحضور معناها من خلال الجناح التونسي تم تنظيم برنامج تنشيطي مصاحب للمشاركة التونسية. نعم. ضمن فعاليات مختلفة، نذكر يعني أهمها أبرزها هي الاحتفال باليوم الوطني لتونس. كل بلاد يعني
في التظاهرة عندها يوم خاص بها. نعم. كان تحول إذا وفد رسمي تونسي ترأسه سيد وزير الاقتصاد والتخطيط، حضور سعادة سفير تونس بطوكيو والمندوب العام لتونس في هذه التظاهرة. وكان فيها إذا هذه التظاهرة عروض موسيقية وكذلك زيارات رسمية وحصص تذوق المنتجات التونسية. وإلى جانب إذا اليوم الوطني تم كذلك تنظيم يوم اقتصادي لتونس إذا بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بأوزاكا. كان فيه أكثر من 100 رجل أعمال وفاعلين اقتصاديين وخبراء يابانيين، وكذلك وفد تونسي فيه ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المهنية. وكان فرصة إذن تعريف بالمناخ الأعمال وفرص الاستثمار في تونس، وتطوير كذلك التعاون التونسي الياباني في مختلف المجالات. نعم سي سامي حسن، ديما في كل عام تنتظم مثل هذه اللقاءات في تظاهرات كونية عالمية بمشاركة برشا دول ومنهم تونس. إذن هي التظاهرات الكونية تنتظم كل 5 سنوات. كل 5 سنوات. التظاهرة الجاية إن شاء الله باش تكون في السعودية إذن سنة 2030. نعم صحيح. واحنا يعني على مستوى مركز نوب الصادرات إذا دينا التحضير للمشاركة التونسية في التظاهرة هذه. نعم هنيئا لتونس إن شاء الله ديما ناجحة في كل التظاهرات بمختلف أشكالها وأنواعها. شكرا سي سامي حسن، شكرا. مدير مركزي بمركز النهوض بالصادرات. شكرا وإلى اللقاء. شكرا.